أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني بعد مباراة الزمالك والإسماعيلي اللي انتهت المباراة بفوز الزمالك 2-0. فوز سهل وفوز بدون مجهود بالنسبة للزمالك، يعني بيلعب الإسماعيلي، والإسماعيلي يعني كان بيلعب النهاردة بمعظمهم مثلا حوالي 8 أو 7 لاعبين من الناشئين، حتى حارس المرمى اللي هو عبد الله جمال، وفي بعض اللعيبه يعني لفتت انظارنا من الاسماعيلي برغم الهزيمه. والزمالك احرز الهدف الاول من ضربه جزاء في الشوط الاولاني عبد الله السعيد، والهدف الثاني من خطا للمدافع بتاع الاسماعيلي مع عدي الدباغ استخلص الكوره قدام ال 18 ودخل ال 18 وعملها لوب على الحارس. فالنتيجه 2-0، يعني مفيش تعليق على الماتش. اخوان الفينا ما لعبش النهارده الا اول 10 دقائق، ما لعبش كوره. الناس اللي هم قالوا له مثلا تحافظ على رجليك، تحافظ على انذاراتك، تحافظ على نفسك عشان ماتش القمه. حس ان النهارده المباراه ان الزمالك بيلعب كوره، مش عاوز يبقى فيه اخطاء، انذارات، في اصابات في اي حاجه، فكله كان بيحافظ على ايه، على نفسه. عودة الدباغ النهارده يعني شويه اللياقه البدنيه اللي هو كان بيعملها في الجيم وبتاعه بيجري وبيلعب. فالنهارده يعني ان هو استخلاص الكرة برضه بيدل ان هو ايه، في جاي في الطريق. تمام تمام. ادم الكادي مستواه النهارده مش كويس، تحس ان هو بطيء في حاجه، مش مظبوطه، ما بيجريش، الحمل بتاعه ما بيأديش. فالمفروض ده يخش حمل على طول على الجيم، ومدرب الاحمال يبقى يكون واقف معاه. محمد اسماعيل النهارده كان في خطا ان هو بيستخلص الكوره، بس اللي هو بحيث ان هو الوينج الشمال بتاع الاسماعيلي زق محمد اسماعيل ويستخلص الكوره اللي كان هيجيبها وطلعها حسام عبد المجيد. آه عمر جابر برضو اتصاب في المباراه، وطلع ونزل صلاح مصدق مكانه، وصلاح مصدق نزل مكانه باك يمين. عبد الله السعيد برضو كان بيجري، ناصر ماهر كان بيتدلع شويه، مش عارف بيجري ويقف ويروح ويجي وضيع فرص كتير. يعني الماتش ماتش بسيط جدا، هم استخلصوا اللي عايزينه وخلاص، انه ماتش ان عارفين ان الاسماعيلي وجماهير الزمالك عارفه ان الاسماعيلي فرقه يعني مش فت ولا في حالاتها. فمش يعني كانوا بيلعبوا على ايه، على قد الفوز وعلى قد مجهود الفرقه اللي قدام. كده الزمالك وصل ل 16 16 نقطة من 7 مباريات، 5 فوز و... و... وهزيمة وتعادل. يبقى كده 5 في 3، 15 وتعادل، 16 وهزيمة. تمام. يبقى كده عنده 16 فوز، 16 نقطة من 7 مباريات. الفرق بقى ان الاهلي لسه، الاهلي برضو بكرة ان شاء الله هيلاعب سيراميكا كليوباترا، وهنشوف المباراة. هل الاهلي هيخش في تسلسل التعادلات والهزايم والمستوى اللي هو ما بيأديش لقدام لجماهيره، وجماهيره غضبانة عليه. هنشوف المستوى والمباراة اللي هتتلعب غدا إن شاء الله بين الأهلي وسيراميكا، وهل سيراميكا هيبقى سيراميكا كيلوباترا ولا هيبقى سيراميكا مارابورو ولا ميريت. فهنشوف المباراة بكرة إيه اللي هيحصل وإيه الأحداث، وهنشوف استعداد نادي الأهلي إن شاء الله. اشوف هيلعب ازاي، الخطه بتاعته ازاي. طبعا زيزو وامام عاشور الجماعه دولت مش هيلعبوا، اصابات طبعا، بيقول لك فيروس ايه بالنسبه لامام عاشور، وزيزو عنده العضله الاماميه تعبانه. آه مش هيلعبوا بكره او الماتش اللي بعديه برضه، وهنشوف حالتهم ايه، ونشوف بقيه الفرقه ايه استعداد الاهلي بكره ان شاء الله.
لان هو الاهلي عنده كام نقطه؟ عنده 6 نقط من 5 مباريات، يعني 5 مباريات واخد 6 نقاط، تعادلين وهزيمه وفوز. فاحنا 3 تعادلات وهزيمه وفوز. فهنشوف المباراه بكره ان شاء الله، هتبقى مباراه حماسيه. فرقه سيراميكا فرقه تقيله جدا برضه. سيراميكا بتعتبر برضه نفس يعني اللعيبه بتاعه الاهلي اللي راحت، 4 5 لعيبه ولا 6 لعيبه راحوا على سيراميكا. فهنشوف الفكر بتاع سيراميكا والمباراه مع الاهلي هيلعبوا عاملين ازاي بكره ان شاء الله. و... وربنا يوفق ان شاء الله ونشوف مباراه كويسه. طبعا غير المباراه بتاعت اليوم، إن الزمالك والاسماعيلي كان ماتش يعني هادي جدا. ممكن الجماهير كانت قاعده بتتفرج على الماتش قدام التلفزيون نامت. انا نمت اصلا قدام المباراه. ماتش يعني هادي جدا، رتمه هادي جدا، ما فيش اي حاجه. ماتش كان يعني على قد اللي قدامك بمعنى اصح يعني. نشوف بقيه الفرق والدوري. الدوري يعني دخل شويه، دخل بالنسبه للفرق الثانيه. المطوشه بقت هاديه، مفيش جديد. ده بيكسب، ده بيفوز. المصري على غزل المحله 2-1. البنك الاهلي مع كهرباء اسماعيليه 1-1. مع الفرقه الثانيه تحس ان ال 21 فرقه لسه في الاول والبدايات، لسه يعني كمان 3 4 مطوشه او 5 مطوشه هيظهر النتائج والمطوشه والترتيب، وكل واحد هياخد مكان. يعني بعد 5 6 مطوشه هيبتدي الترتيب بتاع الفرق ايه، ملامح الدوري ايه، وملامح كل واحد في مكانه في الدوري ايه معايا. فانت ما تظهرش اي حاجه دلوقتي الدوري الا بعد 4 5 مطوشه تانيين. هيبتدي الدوري، ملامح الدوري، مين هياخد الدوري، مين الوصيف، مين الثالث، مين الرابع، كل الفرق ديت مين اللي هينزل. بعد 5 مطوشه هتظهر بقى المستويات. لسه دلوقتي فرقه بتكسب، فرقه بتفوز، فرقه جايه، فرقه طالعه، فرقه بتتعادل، تلعب ماتش ما بتلعبش الماتش التاني. المقاولين برضو كان حلو، ظهر برضو انهزم تاني. فرقه وادي دجله برضو بتلعب كويس، انهزمت. هو ماتش النهارده بيراميدز باين ووادي دجله، هنشوف الماتش النهارده، واعتقد ان بيراميدز هيكسب المباراه وهنشوف. فالترتيب بتاع الدوري لسه 4 5 ماتشات تظهر ملامح الدوري بالظبط، مين اللي هيهبط، مين اللي هيبقى في القمه، مين. هنشوف الاهلي طبعا ماتش بكره مع سيراميكا هيبين ملامح الاهلي في رجوع تاني للقمه. ماتش بكره لو قدر الله وما كسبش المباراه هتبقى في مشكله تانيه كبيره ويزداد الامر سوء. فنشوف المباراه بكره ان شاء الله بمجملها، ونشوف احتمالات فوز الاهلي او تعادله او خسارته. وشكرا والى اللقاء.